ما تخلوا بواب حياتكن مشرعة 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع لمين ما كان. كتير مهم تعرفوا باب حياتكن لمين تفتحوه وبوجه مين بتسكروه. كتير في ناس رح تقطع بحياتنا، تعطينا دروس نتعلم منهم أكيد، لكن أنا عم بحكي عن البواب يلي بنفتحها لوقت طويل، مش الشبابيك. في فرق بين الشبابيك يلي بتكون بحياتنا للناس يلي بيمرقوا مرور الكرام، وفي فرق بين البواب يلي بنفتحها للناس تدخل على حياتنا ويصير عندها مطرح بحياتنا. هول الناس بدنا ننتبه مين بيدخل من باب حياتنا على حياتنا، ومين بنشرع له الباب، ومين ما بنفتح له الباب، ومين بنعرف قديش يقعد بحياتنا، لأنه هيدي أكبر مسؤولية عنا إياها بحياتنا. ما حدا بالحياة رح يجي يقلنا هيدا الشخص بيستاهل يكون بحياتنا، وهيدا الشخص نحن ما بنستاهله يكون بحياتنا. هيدا الموضوع نحن بدنا نعرفه، بدنا نرجع لحالنا، ونحن بده يكون عنا فلتراج مزبوط إنه مين الأشخاص يلي بتطابق مع نظام حياتنا، طريقة حياتنا، وهول الأشخاص يكونوا موجودين بحياتنا، وإلا رح يصير في رح نفقد هالاعتدال بحياتنا، رح يصير في ازعاج بحياتنا، جواتنا نحس حالنا مش مرتاحين وما نكون عارفين السبب. لأنه كتير 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 بيأثر نوع الناس ومين الناس، وكل حدا من هالناس شو بيحب وكيف بيقضي وقته. كتير بيأثروا هالناس كيف يكونوا بحياتنا، له تأثير كتير كبير على حياتنا. فاختاروا الأشخاص يلي بيشبهوكن، يلي بيطوروكن، ويلي بيستاهلوا تفتحولن باب حياتكن بحياتكن. هيدا كان موضوعنا بدقيقتين مع لايف كوتش، نلتقى بمواضيع تانية.